السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي من داخل مصر وخارج مصر. احنا النهاردة هنعمل شعر من وإلى. انتوا معايا واحدة واحدة واستنوا للنهاية، ما تطلعوش من الفيديو بالله عليكم. والله هتشوفوا في الآخر يعني حاجة كده وهم. ده شعر طبعا كان هلكان متقصف زي ما انتوا شايفينه، كان متهالك جدا جدا جدا، بس هي كانت عاوزة تعمل صبغة وتعمل بروتين، لان يعني زوجها جاي، وطبعا انتوا عارفين تجديد الاخوات لما بيكون حد في سفر وجاي طبعا عاوزين تألق، عاوزين تجديد. فطبعا مش عاوزة احرمها من اللقطة ديت، فانا كنت غسلت لها شعرها بس انا ما صورتوش، وكنت نشفته زي ما انتوا شايفينه كده، يعني يا دوبك نشفته بهواء بارد لان بجهزه للبروتين. فلازم غسيل كويس بمادة خاصة للبروتين اسمها كلوروفاين. فبغسله مرة واتنين وتلاتة علشان العملاء بيبقوا يعني زي اللي حاطين كمية زيت مهولة جدا جدا على الشعر. فنجاح الجلسة او نجاح البروتين بيبقى متوقف على 3 حالات. 3 حاجات: الغسيل الكويس، غسيل الشعر كويس، المكوى، المادة نفسها. تمام. فطبيعي زي ما انتوا شايفين كده كنت غسلت لها الشعر بالكلورفاين كويس، وفي نفس الوقت كنت عامله لها تفتيح علشان هحط لها اللون. بس اللون ان شاء الله هيبقى بعد البروتين. ف... فطبعا كنت عملت لها ده كله، وانتوا هتشوفوه في الاخر. فاستنوا معايا المفاجأة، بالله عليكم ما تخرجوا من الفيديو، وتشجيعكم كده باللايك الحلو من ايدكم الجميلة. بالله عليكم بالله عليكم شجعوني، انا زي ما انتم شايفين انا مبتدئة، بس بجتهد ان انا اوصل لكم المعلومة بصدق وبأمانة، وفي نفس الوقت بالله عليكم يعني انتوا تشجيعكم ليا علشان انزل لكم فيديوهات وكل ما هو جديد ومن اسرار الكوافيرات، لان انا ميك اب ارتست، يعني الاسرار الادق التفاصيل والاسرار بقولها لكم. طبعا كنت انا وزعت الشعر او جزأته ربعين من قدام والربع من ورا. إيه، ف... فباخد بقى خصلة خصلة زي ما انتوا شايفين. طبعا انا قلت لكم الغسيل الكويس، واهم حاجة الغسيل الكويس، غسيل الشعر قبل البروتين كويس، ودي كانت المادة. وهنبدأ نحطها وبنبعد نص سنتي عن أرضية الشعراية، يعني ما بدخلش بالمادة على جذور الشعر، انت بتبعدي نص سنتي. ومع حط اللي بعدها هي بتلقط، يعني مع حط الخصلة اللي بعدها فوق منها هي بتلقط، الجذر بيلقط بس بيلقط على بسيط. تمام. فلازم نعمل تدليك برضك للشعرية زي ما احنا شايفين كده، احنا بنحط المادة وبنعمل لها تدليك زي ما انتوا شايفين، خصلة خصلة ما تتعداش الصوبع. وبنبدأ نحط عليها المادة وبنبعد عن الفروة نص سنتي. ومع التدليك اللي احنا بنعمله ده هي كده كده بيوصل للفروة، بس بيوصل لها بحنية بدل ما تحط عليها انت من البداية. خلاص. زي ما احنا شايفين كده بنحط خصلة خصلة وبنوزع المادة كلها على كامل الشعر. وبعد من كده هنشطفه. مش هسبق الاحداث، انا معاكم واحده واحده اهوت. وبالله عليكم بالله عليكم كده عاوزه دعمكم باللايك، دعمكم باللايك، علشان بس القناه ده والله مصدر رزق ليا ولعيالي. وفي نفس الوقت يعني انا وصلت لسن، يعني ربنا يديكم الصحه جميعا. فلو ما اقعد يبقى في مصدر رزق ليا، لو تقاعدت يعني وقعدت يبقى في مصدر رزق ليا. فبالله عليكم يعني دعمكم باللايك علشان الفيديو يعني يبقى كويس وينتشر كده، وبحبكم والله العظيم هكون، وان شاء الله بايديكم الحلوة باللايك هكبر، وهتكونوا انتوا السبب في نجاحي وفي ان انا اكبر. فبجد بجد ربنا يديكم الصحة ويرضيكم ويديكم وما يحرمكم يا رب كده. وربنا يا رب يفك كرب المكروبين ويشفي مرضانا اجمعين، اللهم امين اللهم امين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى الامه اجمعين. اللهم فك كربنا وكرب كل المكروبين. اللهم ارحم امواتنا واموات الامه اجمعين. وتشجيعكم ليا باللايك. آه، فضلا ليس امرا، والله بطلبها من اخواتي وحبايبي من داخل مصر وخارج مصر، كل اللي بيشوف الفيديو. بعد ما بنوزع المادة، انا كل ده بوزع المادة فقلت اتكلم معاكم شوية. وزعنا المادة على كامل الشعر خصلة خصلة زي ما انتوا شفتم. وبعد ما بنخلص توزيع المادة ان شاء الله بقى، انا من طبيعتي بشطف المادة، لان في منتجات بتشطف وفي منتجات ما بتشطفش، انا بحب المادة اللي هي بتشطف.
طبعا باخد العميلة وبغسل لها يعني نص شطفة زي ما بنسميها، بيبقى لسه فيها المادة بس بنبقى نشطفها نص شطفة، يعني ما بخليش الشعر نهائي، لا بنشطف الشعرية كده نص شطفة. وبعد ما بنشطفها النص شطفة بالهواء البارد بنبدأ ننشفها بالاستشوار، هواء بارد مش ساخن، هواء بارد مش ساخن بالنسبة للمبتدئات، برضو بالنسبة للبروتين. اي بروتين بيفرد، اي بروتين بيفرد، وبقولها اهوت. بس الرق على الشغل، وطبعا وعامل الضمير ان انت تجيبي بروتين صح، بروتين يكون نظيف. لكن اي بروتين بيفرد، يعني احنا مع بعض متفقين اي بروتين بيفرد، بس الرق على الضمير الصح ان يستعمل مادة صح. وفي نفس الوقت خطوات معينة هي اللي بتنجح الجلسة، وان العميلة ما تشكيش بعد من كده تساقط وكلام كتير. لان في ناس بتكبس المكوة بتبقى حرارتها عالية جدا 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 عشان تنتهي الجلسة، فبتاخدها مرة واتنين وخلاص. لا ده غلط على الشعراية. احنا كنت غسلت اهو زي ما انتوا شايفين، بس بقول لكم الاسرار البسيطة اللي هي في وسط الجلسة يعني. غسلته ونشفته، التنشيف بيبقى 100%، ما يبقاش فيه مية نهائي، مش هنقول بقى ان يساب مندي والكلام ده، تنشيف نهائي. بنيجي بوزع الشعر زي ما احنا شفناه، هيبقى 4/4 بقى، من الودن للودن جزئين، ومن ورا جزئين. فطبعا احنا لما كنت بشاورلك بقولك هتشتغل اتجاه الشعراية، شوف الشعراية اتجاهها جاي بالورب. ف... فدايما نشتغل اتجاه الشعراية عشان الجذر يتفرد بالمكوى زي ما احنا شايفين. بدخل على الشعراية للعميلة بتتأذى، وفي نفس الوقت الجذر بيتفرد، لان انا بدأها صح. بدأها صح يعني ايه؟ ان تبع اتجاه الشعراية. شفتوا الشعراية وانا بوريكم اتجاهها على الجنب، مش اتجاهها لورا. عشان تعمليه لورا واتجاه الشعراية من الجنب هيبقى في كسرة في الجذر من فوق وانت بتعملي بالمكوى. طب وانا ليه اشوف الصح واعمله من البداية؟ فزي ما انتوا شايفين كده، انا كنت لسه بقول يا هادي، ويا رب كده بحبكم انول رضاكم. يا رب يا رب يا رب كده. وفي تعليقاتكم الجميلة قولوا لي اي حاجة ما عاوزينها، اي حاجة عاوزين اقدمها، وانا تحت امركم والله العظيم. انا تحت امركم. وبرضو ما تحرمش من تعليقاتكم الحلوة، ما تحرمش منكم كل اخواتي وحبايبي اللي بيعلقوا لي على فيديوهات اللي فاتت. بس بالله عليكم علشان الفيديو ينتشر، بس يعني لايك وشير كده، ولان انا يعني حابة افيدكم. واقل حاجة منكم ان هو اللايك، اللايك اللايك هو اللي هيخلي الفيديو يتشاف، هو اللي هيخليه ينشهر. زي ما انتوا شايفين الخصلة اللي انا كبستها، شايفين الشعراية في الاول كانت الصحة بتاعتها مفيش، والتقصف فيها صعب 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 بجد. فطبعا انتوا هتشوفوا، عشان كده بقول لكم استنوا للنهاية، ما تفوتوش الفيديو بالله عليكم. والله هتشوفوا مفاجأة كبيرة كبيرة، ان الشعر اللي انتوا كنتوا شايفينه في البداية ان يعتبر شبه ميت، شبه متهالك، شبه متضرر، انه يرجع بالليونة والحيوية والجمال ده. يعني هقول ايه؟ يبقى استاهل ساعتها اللايك ولا ما استاهلوش؟ فربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمة ويخليكم ليا، ويا رب كده يا رب كده يدوم عليكم الصحة والستر، اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما احنا شايفين هنبدأ نخلص الكبس، وبعد من كده بشطف الشعر. انا ما بحبش يعني اخد خيال اللي قدامي، لان معظم الكوافيرات يصوروا الشعر وهو معمول ببليس. يعني ايه ببليس؟ اللي هي المكوة اللي في ايدي دي. طبعا انا استعنت بالمكوة التانية. انا باخد الشعراية يعني بمنتهى يعني الحنية زي ما بيقولوا. انا مش شرط المكوة تبقى نار قايدة، هي دي مكوة بروتين، لان البروتين بيبقى له مكوة خاصة بتبقى حرارتها عالية شوية. فطبعا انا يعني بدل ما اعلي الحرارة قوي قوي قوي، لا انا في المعقول، وبكبس بالمكوتين او بمكوة واحدة مش مشكلة، بس اخد الخصلة براحتها ان شاء الله اكبسها 10 15 20 مرة. يعني انا مش مستعجلة ان انا احروق الشعراية، فاهمين قصدي؟ وبعد من كده العميلة بتقعد شهر الشعر جميل، وبعد الشهر تقعد تقول شعري وقع، شعري جو شعر عليه، بيرجع للمكوى الحامية قوي قوي قوي. وان الكوافيرة مثلا عاوزة تنجز وتعمل حالة واتنين وتلاتة، فالمكوى تبقى نار، وده ضرر على الشعرية لانه بيحرقها. لا انا ما بحرقش الشعرايه. ويمكن العميله اللي تحت ايدي دي من سنتين كنت انا عامله لها فرد، ومع ذلك يعني سنتين ايه، لا اكتر من سنتين،
جت بعد سنة بتقول لي اعملي لي شعري، قلت لها لا، حبيت افيدها، قلت لها اشتغل على زيوت، اشتغل على حاجات معينة وبلاش، عشان ما يبقاش ضرر على الشعر، لان شعرها على طول كان متقصف ومتهالك. فطبعا ان اجدده لها تاني وبنفس التقل وبنفس الحجم، بسم الله ما شاء الله، يعني يبقى كده المادة صح، الكوافيرة صح، كل حاجة صح. لكن اللي بنسمعه كتير يشكي من البروتين ويقول شعري وقع، شعري، ده بيرجع للكوافيرة وشغلها واسلوبها في الشغل، لان عاوزة تنجز وتعمل حالة واتنين وتلاتة. هي الحياة مش سباق، الحياة مش ان انا اجمع فلوس، الحياة رضا اللي قدامي ودعوة حلوة منها. يعني انا عايشه بدعوه حلوه من اللي انا عملت لها اي حاجه في شعرها، لان شعر المراه تاجها، فلما اضرها في التاج اللي هي بتتباهى بيه يبقى ده يعني حرام عليا، حرام. فطبعا انا يعني اعزكم الله، يعني ما بحبش ان انا اجني فلوس، لا، انا احب لو المكسب بسيط او فلوس بسيطه، بس الدعوه هي دي المكسب، الدعوه الحلوه هي المكسب ليه. فربنا يرضينا ويرضيكم الخير. وطبعا انا هخلص كل كمية الشعر، وزي ما انتم معايا واحدة واحدة هوريكم. انا كنت خلصت الجزء الوراني خالص اللي هو جزء الشعر من ورا، وكنت دخلت اهوت على الربع اللي هو اللي من قدام، اللي بقول لكم بيتقسم من الودن للودن وبيتقسم اتنين، فببقى ممسكاه بكليبسات. فانا طبعا بدأت اشتغل اهوت في الجزء الاولاني، فان شاء الله ان شاء الله بكل خير يخلص وبكل صحة كده يا رب كده، وسلامة لصاحبته، وربنا يا رب يجعلها تتهنى بيه ويجي لها جوزها بالسلامة يا رب. اهو زي ما انتم شايفين كنت غسلته وبنشفه، انا ما بديش النتيجة الا بعد ما بيتغسل. لكن الناس اللي بيحبوا ياكلوا عقل المشاهد او يعملوه بالبيبليس ويقعدوا يرفرفوا ويعملوا اهو، شوفوا بعد ما تغسل، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شايفين اللون، لان طبعا كنت عاطيه لها لون و... وكنت مفتحه لها الشعرايه وعاطيه لها اللون، وشوفوا جماله وشوفوا حلاوته. بالله عليكم ما استاهل ايه منكم؟ بالله عليكم استاهل ايه؟ مش اللايك؟ بالله عليكم تشجعوني، بالله عليكم علشان اقدم لكم كل ما هو جديد، والفيديو ينتشر. بحبكم في الله، بحبكم في الله، احلى اخوات. ربنا يديمكم في حياتي نعمة، ربنا يدوم عليكم الستر يا رب. ف يديم عليكم الستر والصحة، اللهم آمين، اللهم آمين. في هذا الشهر الكريم ربنا يكبر بخاطركم زي ما هتكبروا بخاطري باللايك، وزي ما انتم شايفين الشعراية جميلة وانسيابية وناعمة، والتقصف خلاص ما عادش، والشعراية الروابط بتاعتها يعني رجعت تاني وبقت جميلة زي ما انتم شايفين. والله العميلة كانت مبسوطة جدا جدا، وهي دي اللي عندي بالدنيا، ارضاء اللي قدامي حتى لو على صحتي مش مشكلة. لكن الحمد لله، الحمد لله، حبكم ليا مكسب، دعوة حلوة من عميلة مكسب. فربنا يا رب يديمكم في حياتي نعمة، بحبكم في الله، بحبكم في الله، وربنا يا رب يبارك فيكم وفي عمركم، ودايما بالستر والصحة يا رب العالمين موجودين في حياتي يا رب، يا رب. ويا رب كده يا رب اللي يعجبه في الفيديو بتاعي يحط اللايك، ما يبخلش عليا بيه. واستودعكم عند الذي لا يضيع عنده الودائع، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.